السلام عليكم. ما قبل نهائي دوري ابطال اوروبا. الحقيقة لقب دوري ابطال اوروبا يعتبر اللقب الثالث في الموسم الحالي سواء لمانشستر سيتي او لانتر ميلان. ملايين من الناس من عشاق كرة القدم مستنيين ماتش نهائي دوري ابطال اوروبا بين مانشستر سيتي وانتر ميلان اللي هيكون في مدينة اسطنبول التركية. المباراة دي بتجذب انتباه كبير جدا لكونها المباراة الختامية لأكبر بطولة للأندية في العالم، لكن اللي بيضاعف أهميتها في المرة دي المستوى المرعب لفريق السيتي والفريق انتر ميلان اللي واصلين ليه، وحاجة كل فريق منهم انه يحصل على اللقب ده. في الحقيقة مانشستر سيتي مواصل سلسلة تغلقه اللي بدأ بيها السيزون ده، وبيقدم مستوى متميز سواء محليا أو أوروبيا، والحقيقة الفريق مرعب لدرجة إنه السيزون ده حقق الدوري والكاس، بيطمح إنه يحقق دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي في آخر 6 سنين حقق لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، وحقق اللقب 3 مرات على التوالي، احصائيه مرعبه لفريق جوارديولا الحالي. وكمان حصد لقب الكاس بعد تغلبه على مانشستر يونايتد في ديربي مثير وقوي، وشق الفريق طريقه بشكل مميز جدا للمباراه النهائيه في دوري ابطال اوروبا بعد ما طلع اكتر من فريق قوي سواء كان ريال مدريد او بايرن ميونخ اللي بيعتبروا من اقوى الفرق في اوروبا حاليا. ودلوقتي مانشستر سيتي بيتطلع انه يحقق الثلاثيه التاريخيه اللي هي بتكون الدوري الانجليزي وكاس انجلترا ودوري ابطال اوروبا. الناحيه الثانيه بقى انتر ميلان بيحاول يحقق اللقب الثالث الموسم ده بعد ما كسب في يناير اللي فات كاس السوبر، ومن قريب اهو كسب فيورنتينا في كاس ايطاليا. وطبعا بيامل انتر ميلان انه يكسب السيتي ويتوج بلقبه الثالث السيزون ده. بالمناسبه ده هيكون اللقب الرابع لانتر ميلان في دوري ابطال اوروبا. انتر ميلان قبل كده حقق الثلاثيه التاريخيه اللي هي بتكون كاس ودوري ابطال في موسم 2009 2010 ايام ما كان جوزيه مورينيو مدرب الفريق. الحقيقه ان دي المره الاولى مانشستر سيتي يواجه فريق انتر ميلان في مباراه رسميه، لكن انا في الحقيقه شايف ان دي اهم مباراه في تاريخ الفريقين، لان مانشستر سيتي بيامل انه يحقق اول لقب اوروبي في تاريخه، وانتر ميلان عاوز يعوض عدم نجاحه في تحقيق الدوري الايطالي الموسم ده وخروجه في المركز الثالث بعد نابولي ولاتسيو. مانشستر سيتي ده تاني نهائي دوري ابطال يخوضه بعد ما لعبوا تشيلسي في 2021 وخسروا 1-0 بهدف كاي هافرتز تقريبا. في الحقيقه الفريق اكتسب خبره كبيره جدا، ده كان ظاهر جدا لما طلعوا بايرن ميونخ وريال مدريد والماتشات اللي لعبوها قصادهم سواء كانت في ارضهم او بره ارضهم. انما انتر ميلان بقى بيلعب النهائي السادس في تاريخه بعد ما توج بالبطوله 3 مرات وخسر النهائي مرتين، واخر بطوله كسبها كانت 2010 لما كسب بايرن ميونخ. في الحقيقه لو هنقارن مشوار انتر ميلان بمشوار مانشستر سيتي في البطوله دي هنلاقي ان مانشستر سيتي هو المرشح بقوه انه يتوج باللقب ده. يعني هتلاقي مانشستر سيتي لاعب بايرن ميونخ كسبهم 3-0 ورجع برضه قفل عليهم في هناك في اليانز ارينا. ريال مدريد اتعادل معاهم في اسبانيا وبعدين كسبهم 4-0 في ملعب الاتحاد. انما انتر ميلان ما لعبش فرق برضه تعادل او تضاهي قوه الفرق اللي لعبها مانشستر سيتي. يعني هو لعب بنفيكا واي سي ميلان، هم اي نعم فرق محترمه لكن برضه مش زي بايرن وريال مدريد. لكن هنا بقى في حاجه لازم ابرزها، ان انتر ميلان في اخر فتره يعتبر فريق مرعب، خصوصا في وجود لعيبه كبيره زي الحارس اونانا اللي يعتبر اكتر حارس حفاظا على نظافه شباكه في دوري الابطال الموسم ده، وكمان مقدم مستوى رائع سواء كان محليا او اوروبيا. عندك كمان اللاعب الارجنتيني لوتارو مارتينيز اللي من ساعه ما رجع من كاس العالم وهو حرفيا بيأدي اداء مميز جدا، ومسجل الموسم ده بس 25 هدف ومقدم مستوى عالي جدا مختلف عن مستواه مع الارجنتين. وبرده كمان اللاعب ايدن جيكو نظرا لخبرته العاليه ومستواه المتطور في الفتره الاخيره. كمان عندك روميرو لوكاكو بقاله في اخر كام ماتش كده بيسجل وبيأدي اداء مميز وبيبذل مجهود محترم. فالماتش لا مش هيكون سهل بين مانشستر سيتي وانتر ميلان، وانتر ميلان عمرها ما هتفرط في الماتش بسهوله على الرغم من وجود لعيبه كبار زي كيفن دي بروين اللي عنده خبره كويسه في دوري ابطال اوروبا، او ايرلينج هالاند اللاعب اللي حاصل على هداف الدوري الانجليزي الموسم ده، وخبره المدرب بيب جوارديولا في دوري ابطال اوروبا اللي توج بالبطوله مرتين قبل كده مع برشلونه. لكن لو بصينا كمان لمدرب انتر ميلان هنلاقيه انه في 8 نهائيات خاضها في مسيرته التدريبيه توج ب7 القاب منها، يعني 7 من 8 دي احصائيه بتدل على خبره انزاجي في النهائيات. بس في النهايه الماتش عمره ما هيكون سهل سواء على الفريق ده او على الفريق ده، ومش عشان مانشستر سيتي كسب ريال مدريد 4-0 فهنقول ان هو خلاص حسم البطوله، لا بالعكس. في النهايه توقعي للماتش ان شاء الله مانشستر سيتي هتكسب وهيتوج لاعبنا العربي
الجزائري رياض محرز بالبطولة. بس في النهاية وتوقعي نتيجة الماتش ده مانشستر سيتي هتتوج باللقب على حساب انتر ميلان، وده هيكون اكبر سبب ليه هو خبرة المدرب بيب جوارديولا وكمان تميز اللاعيبة اللي معاه. وبرضه ارجع واقول الماتش عمره ما هيكون سهل. بس هو ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات وتسيبوا لي توقع نتيجة الماتش في الكومنتات. كان معاكم فريد ثروت، سلام.